السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ARG فوت. مرحبا بالجميع. خلونا نتعرفوا علاش خيرنا اللاعب عامر بن علي باش نتحدثوا عليه اليوم. ببساطة لأنه يكفي هذا اللاعب فخرا أن اللاعب بلومي، اللاعب التاريخي للكرة الجزائرية وأحسن لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية، لما سأله الصحفي وقال له من تتوقع أو اختار لنا لاعب يكون خليفتك، فأجاب بكل بساطة هو عامر بن علي. فكيف بنا نحن في هذه الصفحة المتواضعة لا نتحدث عن لاعب كبير في الكرة الجزائرية مثل عامر بن علي الذي قدم الكثير لفريق مولودية الجزائر وقدم الكثير للبطولة الوطنية. خلونا نشوف طبعا بعض اللقطات لعامر بن علي ونتحدث عن هذا اللاعب قليلا حتى نتمكن من التعرف على هذا اللاعب ويتعرف الجيل الجديد أيضا على هذا اللاعب. طبعا هذا الفنان انتقل سنة 1990 لفريق مولودية الجزائر بفضل الرئيس السابق أظريف، ولعب أول لقاء ضد اتحاد الحراش في موسم لا بأس به، ثم عاد لأولمبي شلف من جديد وابتعد عن المولودية مدة 4 سنوات كاملة، ولكنه كان يحب الفريق وبقي يحمل فريق مولودية الجزائر في قلبه ويعود من بوابة الرئيس جواد سنة 1995. وقد شكل مع اللاعب مشري ثنائي كان مصدر إلهام لأنصار مولودية الجزائر وتغنوا كثيرا باللاعبين في المدرجات، حيث كانت من بين الأغاني الجميلة جينا نستنسيرو ما عندكم ما ديروا، مع المشري وتحيروا بن علي دال بيرو صبروا ما تشكو ما تسوفروا دوك يفرج ربي زاهينا عامر بن علي. وشبهه أنصار العميد بدال بيرو النجم الإيطالي بفضل أهدافه الرائعة ومخالفته الرائعة، حيث كان هنالك نوع من الشبه بين ليساندرو دال بيرو الإيطالي وبين عامر بن علي الجزائري في تسديد المخالفات. والجميع يتذكر هدفه الرائع ضد فريق برج منايل على ما أظن إن لم تخني الذاكرة، نعم ضد برج منايل من مسافة 18 متر. بعد رحيل زميله مشري سنة 1990 تم تجديد العميد بلاعبين جدد ومن طراز جيد مثل لاعب صيفي وضوب ورحموني وغيرهم من اللاعبين. الفريق كان يحقق النتائج الرائعة بالطريقة والأداء وكان يفوز تقريبا بكل المباريات واكتسح البطولة الوطنية، فتحول ملعب 5 جويلية لمسرح أحلام بفضل فنانين يتقدمهم اللاعب عامر بن علي. والفريق حينها تخيل أنه لم ينهزم طيلة الموسم إلا في مناسبتين فقط ليتحقق حلم الأنصار ويسجل ويتوج المولودية بلقب البطولة الوطنية سنة 1999. لكن المواسم المتتالية التي جاءت بعد سنة 1999 دخل فيها لم تكن جيدة، ودخل فيها مولودية الجزائر في متاهات أدت بالفريق إلى السقوط إلى القسم الثاني. بن علي بقي وفيا للمولودية حتى في ظل سقوط الفريق كما قلنا للقسم الثاني، حيث بعد موسم النزول تسابقت الأندية لمحاولة جلب اللاعب عامر بن علي. كان من بين مقدمة اللاعبين الذين تتهافت الأندية الجزائرية في محاولة لجلبهم لفرق القسم الأول، ولكنه بقي في القسم الثاني مع فريق مولودية الجزائر ورفض الذهاب على غرار الكثير من اللاعبين الذين تركوا المولودية. والجميع يتذكر أنصار المولودية أنه مثل اللاعب مثلا سلاطني ترك المولودية في ظروف صعبة، ولحد الآن هنالك لاعبين بين قوسين تم تخوينهم من أنصار مولودية الجزائر، ولكن نحن لا نعتبرهم خونة. هنالك ظروف أدت إلى ذهابهم، حيث صرح هؤلاء اللاعبين بعد مرور كثير من السنوات سبب رحيلهم الحقيقي عن الفريق. طبعا بن علي رفض كما قلنا التفريط في فريق القلب، ووصل اللاعب والمشوار مع فريق مولودية الجزائر وعاد الفريق إلى القسم الثاني دون خطأ، حيث المولودية لم تنهزم ربما طيلة الموسم، وحقق بن علي مع المولودية الصعود واحتل المركز الرابع ولعب معه كأس العرب تحت أنظار 80 ألف شينوي في المدرجات. موسم 2004-2005 كان موسم تاريخي للمولودية، حيث غزا أنصار مولودية الجزائر مدرجات ملعب 5 جويلية لما كان بن علي يلعب مع الفريق ب 80 ألف متفرج ضد الزمالك وضد صفاقسي في يوم كان مثلج على ملعب 5 جويلية، وهي من المرات النادرة التي على فكرة من المرات النادرة التي سقط فيها الثلج على الملاعب الجزائرية في العاصمة. طبعا
لعبت المولودية مباريات كبيرة، وبن علي قدم أداء مميز خاصة ضد اتحاد جدة السعودي، أين سجل هدف رائع في شباك اتحاد جدة السعودي، الفريق القوي آنذاك، وكان بطل آسيا حينها، متأهل لربع نهائي مونديال الأندية. اللاعب أنهى مشواره المميز مع المولودية سنة 2005، وترك بصمته في الفريق بفضل فنيته الرائعة. طبعا نحن هنا لم نتحدث، طبعا لا تكفينا الصفحات عن التحدث عن لاعب كبير مثل عامر بن علي ولاعبين كبار مثل هذا اللاعب، إلا أننا نتمنى أن نكون قد أوفينا ولو القليل في حق هذا اللاعب. على الأقل نحن التفتنا إلى هذا اللاعب وتاريخه الكبير في البطولة الجزائرية. طبعا لا تنسوا الدعم بلايك في الفيديو والاشتراك في القناة، وبإمكانكم التعليق على اللاعب عامر بن علي لمن عاش ومشاهد هذا اللاعب، وبإمكانكم أيضا أن تطلبوا لنا لاعب آخر، وأن تعلقوا باسم لاعب آخر تريدون أن نتحدث عنه. والسلام عليكم.